ازاي ممكن اكلم نفسي وقت الالم؟ تعالوا الاول احكي لكم على حاجه. من حوالي اسبوعين كده واحده صاحبتي بعتت لي ريل على الموبايل، وبعدين لما فتحت اشوفه لقيته بودكاست لناس اجانب، واحد وواحده، مطلعين كده ماسكين الموبايل بتاعهم وبيسالوا تشات جي بي تي على سؤال. وبعدين السؤال اللي سالوه لشات جي بي تي كان ايه؟ كان مين هو who is the greatest God، يعني مين هو اعظم اله بالنسبه للديانات السماويه. وانتوا عارفين طبعا شات جي بي تي لما هيرد بناء على المعلومات وبناء على الادله، مش هيقول رايه، هو ملوش راي لان هو آلة. فهو كان رده عليهم ان هو الاله، اعظم اله، the greatest God is الاله بتاع المسلمين اللي بيتكلم فيه القرآن، لأن هو ذكر على نفسه الرحمة كتير جدا، وقال على نفسه الرحمن الرحيم، وقعد يتكلم على قد ايه هو بيغفر وبيسامح وبيعفو، واتكلم عن حتة العفو والرحمة والتسامح. فالراجل كان متضايق جدا من الرأي، يعني قصدي مستغرب جدا من الرد، والبنت كانت مستاءة جدا ومش عاجبها الرد طبعا. ولكن اللي انا عايزه اقوله لكم ان ده فكرني بحاجه كنت سمعتها للشيخ الشعراوي، والحاجه دي كانت عن تفسير القران الكريم في سوره في سوره اول سوره الفاتحه. واولها كان ايه؟ كان بسم الله الرحمن الرحيم. وهو كان بيقول ان ربنا دايما قرن كلمة بسم الله اللي هي بداية اي عمل احنا هنعمله مع الرحمن الرحيم، لان مفيش اي حاجة هتحصل من غير رحمة ربنا علينا وتيسير ربنا لينا. فاذا الهنا ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. طب ازاي بقى الرحمن الرحيم جاب لنا ألم في حياتنا؟ ازاي الرحمة ألم؟ ما هو الألم رحمة، وده بقى اللي احنا هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، وهنعرفه مع بعض في حلقتنا النهاردة، وهنعرف ازاي نتكلم مع الألم في حلقتنا النهاردة. والحقيقة ان الحلقة النهاردة هي عبارة عن تلخيص لمحاضرة حدثني ألمي اللي انا لسه عاملاها دلوقتي حالا. فانا هلخصها معاكم هنا في فيديو على يوتيوب عشان برضو الناس تستفاد، وعشان كمان اللي ما قدرش يحضر المحاضرة يستفاد زي ما قلت، او عشان كمان اللي حضرها يبقى عنده مرجع صغير يرجع له لو عايز يفتكر اي حاجة قلناها في المحاضرة. فخلوني كده اقول لكم ان الالم رحمه. طب ليه الالم رحمه؟ لان اول حاجه واحده واحده كده تعالوا نعرف يعني ايه الم. ايه هو تعريف الالم اصلا؟ تعريف الالم هو it's a very important defense mechanism that warns the body so that protective action can be taken. Very important defense mechanism، يعني هو حاجه مهمه جدا كوسيله حمايه، وسيله حمايه. الألم وسيلة حماية؟ يعني الألم جاي عشان يحميني؟ طيب تعالوا نتخيل كده مع بعض ان في مبنى فيه حريقة، واحنا قاعدين في الدور الأول، وفي حريقة في الدور التاسع، والحريقة فضلت تاكل في المبنى كله لحد ما وصلت للدور الأول وجت علينا وتسببت كثير من الخسائر. الى العكس تماما، ان في حريقه في الدور التاسع واحنا قاعدين في الدور الاول، ولكن سمعنا صوت الفاير الارم كان عمال يعمل صوت جامد، فبالتالي احنا سمعنا الصوت ده فرحنا خرجنا من المبنى ومشينا من المبنى، اذا حمينا نفسنا قبل وقوع الخطر. فهنا الفاير الارم كان جاي عشان يعمل ايه؟ كان جاي عشان يحمينا، كان جاي عشان يقول لنا خلي بالكم في مشكله هنا في المكان الفلاني، فيلا هاتوا الحل عشان تقدروا تحلوا هاتوا بسرعه الاسعاف عشان تقدروا تحلوا المشكله دي وتخرجوا. فهنا في الصوره الثانيه كان في خسائر قليله جدا جدا مقارنه بالصوره الاولى. فاذا هنا الفاير الارم كان حمايه، ديفنس ميكانيزم. هو برضو زيه زي دور الألم. الألم عامل زي الفاير الارم في جسمنا، جاي عشان يقول لنا خلي بالكم في مشكلة في المكان الفلاني، فيلا عشان تحلوا المشكلة دي. إذا الألم نعمة من نعم ربنا علينا. زي مثلا لو حد ضرسه وجعه، فهو قال يا ضرسي، فلما ضرسه وجعه راح للدكتور، فلما راح للدكتور اداله علاج لضرسه، واكتشف ان هو لو ما كانش خد العلاج ده مثلا كان هيضطر ان هو يعمل علاج عصب. ده بالنسبة للألم الجسدي. طب بالنسبة للألم النفسي، ان انا مثلا حسيت ان انا متضايق جدا جدا من حاجة معينة، موقف مضايقني جدا، فده الألم جالي، فبعد كده أدركت ان انا بسيب حقوقي، او ان انا مثلا بسيب الشخص الاخر يتعدى على الباوندريز بتاعتي او
الحدود بتاعتي، فبالتالي ان انا لا محتاجه اتعلم ان انا ازاي اخد حقي، محتاجه اتعلم ان انا ازاي احط حدود. فبالتالي انا هتعلم الحاجه دي عشان الالم جه عشان يعلمني ازاي اخد الحدود، اخد حقوقي واحط الحدود بتاعتي. اخترت كلمتين شبه بعض قوي عشان كده بتلخبط. تمام. يبقى اذا الالم هو نعمه من نعم ربنا علينا. في الم جسدي وفي الم نفسي. تعالوا نتكلم عن الالم النفسي اكتر. ايه هو تعريف الالم النفسي؟ It's unpleasant feeling. هو شعور غير مريح. فعلا هو شعور غير مريح، وكلنا متفقين على ان هو مش مريح. زي الفاير الارم برضو لما رنت اكيد احنا ما كناش قاعدين مبسوطين وهي بترن، لا احنا اتضايقنا وانزعجنا وخفنا وجرينا وعملنا، ولكن عشان مصلحتنا. فالألم برضو نفس الحكاية، هو جاي unpleasant feeling عشان يخلينا نعمل حاجة معينة في حياتنا. وهنا بقى عايزة أقول حاجة مهمة قوي بالنسبة للألم النفسي. مفيش حد في الدنيا هيختبر الألم النفسي زي التاني. يعني لو في 10 حالات اتشخصوا اكتئاب، ال10 مش هيبقوا حاسين نفس الإحساس بالظبط، لا كل واحد بيختبر الشعور التجربة الشعورية غير التاني، كل واحد بيمر بشعور غير التاني. فما ينفعش ابدا اي حد يقلل من قدر الم التاني او يقول لا ده عادي، ده انما انا المي اعلى منك. لا، كل واحد عنده تجربته الفريدة من الالم، ولكن كلنا بنتفق ان هي unpleasant feeling، هو شعور مش مريح خالص. تمام. احنا بقى في السيشن عملنا لعبة كده معينة وتكلمنا مع بعض وعملنا ريفلكشن على اللعبة دي، انا اللي كنت مصمماها. كنت عايزة اوصل لهم ايه؟ كنت عايزة اوصل لهم كونسبت مهم قوي، ان احنا لما بنركز على الألم بس وبنخليه هو الاساس، حياتنا بتتوقف خالص خالص خالص، بيبقى الألم هو الأساس وحياتنا هي اللي جانبية. إنما العكس تماما، لو أنا حياتي هي الأساس والألم أنا حاسس بيه وعارف إنه موجود، ولكن حياتي ماشية خالص مش واقفة. ودي حاجة مهمة قوي محتاجين ناخد بالنا منها، إن أنا بلاش إن أنا أعمل زوم إن واركز على الألم. فاللي انا هركز عليه وات فوكس اون اكسبانس، وده اتكلمنا عنه برضو في الحلقه اللي فاتت. لما انا بعمل زوم انه بركز على حاجه معينه وجعاني ومضايقاني، الحاجه دي بتكبر جوايا ومش بعرف اشوف اصلا غيرها. انما لو انا عارف ومعترف بوجود الحاجه دي ومكمل في حياتي وماشي في حياتي، ساعتها هتكون حياتي احسن بكتير، وحتى شعور وتجربتي مع الالم هتكون افضل بكتير من لو انا مركز عليه بس. وكنت شرحت لهم مثلا ليه علاقه بيا، انا مريت بيه حاجه، مشكله انا مريت بيها، وبعدين انا قلت لهم ان المشكله دي حتى وانا بكلمهم هي كانت المشكله دي لسه عندي، ولكن انا مكمله بعمل السيشن واديني اهو بصور الفيديو ومكمله حياتي وشغلي وبيتي وولادي وكل حاجه مكمله، بالرغم من وجود الالم ده لسه موجود في حياتي. فاذا انا مش هعطل حياتي وهوقف حياتي عشان الالم ده ساعتها هيكبر جدا ويغطي عليا ويغطي على حياتي. لا، انا هكمل حياتي وهستعين بالله سبحانه وتعالى وهتعايش مع الالم ده، لاني لو ركزت عليه خلاص مش هقدر اشوف غيره. فمحتاجين ان احنا نتعلم ازاي نتعايش مع الالم. وعشان نعرف نعمل ده في حديثنا الداخلي، في حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها، هي نوعين من نوع الالم: الالم الكلين بين والديرتي بين. وهنا بصراحة اتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا، ولكن عايزة اقوله لكم باختصار هنا في الفيديو ايه هو الكلين بين وايه هو الديرتي بين. الكلين بين هو الالم اللي جاي من عند ربنا، حاجة أنا اتألمت بيها جايالي من عند ربنا، خلاص. حاجة مثلا شعور فقد كبير قوي أنا حسيت بيه، موت حد، أيا كان الألم اللي أنا مريت بيه هو جاي من عند ربنا، حاجة حصلت، حدث صادم حصل خلاص من عند ربنا. إنما الديرتي بين بقى ده إيه؟ ده ماي ثوتس أو الأفكار بتاعتي تجاه الحاجة اللي حصلت دي. يعني مثلا لو هنقول في موقف إن حد مات له حد غالي عليه جدا جدا، فلما الحد ده مات هو ده الكلين بين، ده الألم اللي جاي من عند ربنا، حد مات. ديرتي بين بقى هيبقى ايه؟ افكار اللي هقولها لنفسي وطريقة كلامي مع نفسي هتبقى ايه؟
اشمعنى يا رب خدت مني امي اللي بحبها؟ اشمعنى انا يا رب؟ ليه انا بيحصل معايا كده؟ انا تعبت خلاص، مش قادر اتعامل مع الحاجات دي، انا مش قادر اتصرف، انا مش عارف اعمل ايه، طب انا هعيش حياتي ازاي؟ طب انا كده هتصرف ازاي؟ طب انا كده مين اللي هيساعدني في ولادي؟ طب انا كده هعمل ايه؟ وافضل ازعل واندب واتضايق. هو ده الديرتي بين. يبقى اذا الكلين بين من صنع ربنا، حاجه ربنا، سواء ايا كان الابتلاء اللي في حياتنا هو من عند ربنا، ولكن الكلين بين من عندي انا. قصدي الديرتي بين من عندي انا. الكلين بين ده ربنا خلق مخ الانسان، وده درسناه في الCBT. ربنا خلق مخ الانسان ان هو هيقدر يتعامل مع كل صدمات الحياة ولو كانت عظيمة جدا، زي الزلازل والبراكين والحروب والموت، كل الحاجات دي. الكلين بين اللي هي الحاجات الأساسية، المشاكل أو الصدمات اللي من صنع ربنا، ربنا خلق مخنا ان هو يقدر يتعامل معاها. ولكن امتى بقى بيجيلنا الكروب والنفسية والأمراض والنفسية واللي بتقلل من مناعتنا وبتجيب لنا أمراض جسدية كمان؟ هي الديرتي بين، أفكارنا ناحية الحاجة اللي حصلت دي، هي دي اللي بتجيب لنا مرض نفسي. هي دي اللي لما بيجولنا الكلاينتس بنتعامل معاهم وبنتكلم معاهم وبنصلح أفكارهم وبنصلح معتقداتهم تجاه الحدث الصعب اللي حصل ده، الكلين بين اللي حصل ده، بنصلح الديرتي ثوتس. انما الكلين بين ما بنصلحوش. مين قال؟ وفي حاجه حد شارك في المحاضره هنا، مين ان هي مامتها فقدت مامتها، وحد كان بيقول لها ايه يعني let it go. لا، على فكرة هو المشاعر، الحزن والحاجة، الموقف الكلين بين او موقف الفقد او الموت اللي انا مريت بيه ده، ما ينفعش حد يقول لحد ايه يعني ليت ده مش بقى ليت جو. ايه ليت جو؟ حزني عن امي وابويا؟ لا، ده مش هيمشي، ده هيفضل موجود. ولكن هل هو عطل لي حياتي بالكامل؟ ساعتها هنا مشكلة. هل هو مرهقني ومحسسني بتقل شديد لدرجة ان انا مش قادر اعمل حاجة؟ ساعتها يبقى مشكلة. انما لو انا زعلان في الباك جراوند بتاع حياتي فيه الزعل، ولكن حياتي مكملة، ولكن انا بأنتج وبثمر وبعمل حاجات حلوة في حياتي وبرضه في زعل جواي، ساعتها بقى استغل الزعل ده ان انا لما افتكرهم ادعي لهم، اعمل لهم حاجات خير، اعمل حاجات كانوا بيحبوها، ازور صحابهم، اعمل فاحس ان انا بوجه الحزن اللي جوايا لطاقة خير وطاقة حلوة، ولكن هو هيفضل موجود. فاللي انا عايزه اقوله ايه؟ اللي انا عايزه اقوله ان الكلين بين ده من صنع ربنا، ده ما فيهوش مشكله خالص. انما الديرتي بين اللي من صنع الانسان ومن افكار الانسان تجاه الحاجات اللي حصلت في حياته، هو ده اللي فيه مشكله، هو ده اللي محتاجين نفلتر افكارنا ونعدل افكارنا عشان نتخطاه، وما يجيش ابدا في بالنا ان احنا يجي اول ما يجي الحفره بتاعه الديرتي ثوتس اخرج نفسي منها على طول. اعرف ان انا بغرق نفسي في اللي انا مش هقدر عليه، اطلع نفسي منه على طول من خلال حديثي الداخلي ووعي الكافي بنفسي وبحديثي الداخلي. طب اعمل ده من خلال ايه؟ من خلال حاجتين: grieving و disbelieving. grieving على ايه؟ ان انا اعمل grieving على الكلين بين، ان انا الكلين بين الالم الصعب اللي انا بمر بيه ده اتقبل شعوري واحزن وازعل واعيط واحس بالمشاعر الصعبه اللي انا حاسسها، ثم مش مع، لا، ثم بعد كده افكر في الحلول المناسبه. هل هي مشكله ادور على حل ليها؟ هل هي مهاره محتاجه اكتسبها؟ هل هي حاجه محتاجه ان انا اقفلها في حياتي؟ هل ابتدي اشوف حلول، او دي حاجة مش هقدر اغيرها، فانا محتاج ان انا الحل هنا ان انا اتقبل المشكلة اللي انا بمر بيها دي واقول الحمد لله واشوف هتعايش ازاي معاها. او الحاجة التانية اللي انا هعمل لها disbelieving، طبعا انتوا عارفين ايه اللي هعمل لها disbelieving، اللي انا مش هصدقها، اللي هي كل الديرتي ثوتس او الديرتي بين اللي انا بجيبه لنفسي وبقوي الالم عليا قوي. ساعتها ان انا اقول له شكرا ومع السلامة، الحفرة دي انا مش عايزاها في حياتي. يبقى مهم جدا ان انا افرق ما بين في حديثي الداخلي ما بين الكلين بين والديرتي بين، وان انا يبقى عندي القابليه ان انا في الكلين بين اعمل جريفنج وفي الديرتي بين اعمل disbelieving، ويعني ما اسيبش نفسي ابدا لكل الافكار الوحشه اللي بتمر بيا دي. طيب هو الالم نعمه في حياتنا ومحتاجين نتعلم ايه هو الالم. جاي يقول لنا ايه؟ الالم جاي يعلمنا ايه؟
حتى لو الألم جاي يعلمنا القبول، في مدرسة كاملة اسمها القبول والالتزام، حتى لو الألم جاي يعلمنا ان انا اقبل، اتعلم ان انا اقبل. ده في حالات معينة لو الألم ملوش حل. طب لو الألم ليه حل، اتعلم، اعرف هو جاي يقول لي ايه الفاير الارم اللي شغالة دي، عايزة مني ايه، عايزة تعلمني ايه، عايزة تخليني اكتسب ايه. وخلي بالكوا الألم ده بوابة الارتقاء بالنفس، هو بوابة عشان ارتقي بنفسي اكتر. وهنا فكرني قوي كتاب بتاع ربي اكرمن، الكتاب بتاعي ده ربي اكرمن، اللي بتكلم فيه عن ايه، بتكلم فيه عن الابتلاء، وان الابتلاء ده صناعة، وجبت فيه قصص حقيقية من الواقع لناس مروا بتجارب مؤلمة وتجارب صعبة. تجربة لو حد في شغله مر بأصعب ما يمكن حد يمر بيه في الشغل، تجربة في الجواز، في جوازها، تجربة مع أولادها، ابتلاء في الأولاد. كل الثلاث تجارب دي هم 3 شخصيات حقيقية، أنا قعدت واتكلمت معاهم وأخدت كلامهم ونقلته وعملت له سياق درامي من خلال إن أنا أعرف القارئ أوصل للقارئ أوصل للقارئ إن الابتلاء ده صناعة، إن قد إيه كان في محن وكان في ألم وكان في حاجات صعبة جدا في حياة الناس دي، ولكن هم تعاملوا معاها وتعايشوا معاها عشان يخرجوا بصورة أفضل ونسخة أفضل من نفسهم ونسخة أقوى من نفسهم ويترقوا بأرواحهم. فهو الألم ممكن يكون درس كبير في حياتي، وهو أصلا إن الشخص اللي عنده حكمة وعنده خبرة وعنده تجارب وهو مر بكل الحاجات دي من خلال إيه؟ من خلال الألم، من خلال إن هو اتعلم من الألم واكتسب مهارة وخبرة من خلال الألم عشان يعلمها لناس تانية. فآخر حاجة حابة أختم بيها كلامي النهاردة هي آية في سورة البقرة، وهي لما أنا حتى كمعالج نفسي وكحد درس حاجات كتير جدا جوه مصر وبره مصر، في حاجات نوع من أنواع الألم لما بمر بيه والله ما ببقى عارفة أتصرف إزاي، إلا إن أنا لما عقلي بيعجز عن التصرف بجري على طول على سجادة الصلاة، بدعي وبعيط وبقرأ سورة البقرة وبدعي ربنا ان هو يساعدني، لان انا عاجزة حتى، يعني مفيش حل، مفيش حلول، انا كبشر مش لاقية حلول ان انا اقبل، فبدعي ربنا يساعدني ان انا اقبل. فوانا بقرأ سورة البقرة في موقف من المواقف الصعبة، او اقول عليه كرب، مش موقف، ده كرب نفسي صعب، قريت في سورة البقرة. كانت ايه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر الصابرين. مين يا رب الصابرين دول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه يا رب؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تحس بأي مصيبة أو أي ألم صعب قوي عليك، وأول حاجة تقولها إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب لما أقول كده إيه اللي هيحصل يا رب؟ اللي هيحصل إن ربنا بيقول لنا إيه بعدها على طول؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. يا رب أكون قرأتها صح، يعني عشان في القراءة يعني أكون قرأت القرآن صح. فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. احنا عايزين ايه اكتر من صلوات ربنا ورحمته علينا وعلى قلوبنا الغلبانة الضعيفة دي؟ إذن الألم أنواع كتير. ألم من عند ربنا ده كلين بين، وده أعرف إزاي أتعامل معاه، أتعايش معاه، أشوف إزاي أحل المشاكل بتاعته، أشوف إزاي أتعلم مهارة عشان أتخطاه، أو لو مفيش كل ده أتعلم إزاي أقبله. حديثي الداخلي أركز معاه عشان لو جابلي dirty thoughts اتعلم ازاي اخرج الديرتي ثوتس دي، اتعلم ازاي ان انا ما اوقعش نفسي في الحفر دي، اتعلم ازاي ان انا احمي نفسي واحمي جسمي من الالم النفسي اللي ممكن اعرضه ان هو يمر بالموقف الصعب ده، كانه مثلا قاعد في حرب او قاعد في حاله صعبه جدا، فبالتالي احط ستريس هرمونز على جسمي واحط حمل على جسمي انا اصلا في غنى عنه من خلال تفكيري ومن خلال افكاري. فأتمنى تكون الحلقة كانت مفيدة، وأتمنى أكون لخصت بعض النقاط الهامة اللي احنا اتكلمنا فيها في السيشن النهاردة للي ما قدرش ان هو يحضرها في المحاضرة المجانية. وفي كورس كامل أنا عاملاه عن اللي حدثني ألمي لأتجاوزه، ازاي بقى نتجاوز الألم، لأن أنا شايفة ان دي من الحاجات المهمة جدا لصحة الإنسان ان هو يعرفها، لصحة الإنسان النفسية ان هو يعرفها، وان هو يعرفها عشان يعرف يتعامل ازاي مع أولاده او ازاي يكون صلابة نفسية.
فلو محتاجين تشتركوا معايا في الكورس ابعتولي وانا ابعت لكم لينك الاشتراك، او لو عايزين تشوفوا السيشن كامله قولولي انا سجلتها، ممكن انزل التسجيل بتاعها اللي كان فيها التلخيص بتاع الحلقه النهارده. فيا ريت لو تبعتولي لو مهتمين، واشوفكم على خير. ويا ريت لو تقولوا لي ايه اكتر حاجه فرقت معاكم في الحلقه